نعم أيها الإخوة الكرام، أيها المحبين والغيارة، العنوان هو إعادة راية السيدة زينب إلى قبتها وإلى مقامها الشريف المقدس. أيها الإخوة، أيها المحبون، يا شيعة علي، يا محبين الحسن والحسين وفاطمة وزينب، ها هي الآن اتخذ القرار من علماء الدين الموجودين داخل سوريا، وخصيصا من المسجد الأموي في دمشق، هو غدا إعادة راية السيدة زينب إلى مكانها ورفع الراية من جديد، ومكتوب عليها كما نعلم: لبيك يا زينب. وراية السيدة زينب غدا مرفوعة على مقامها وعلى قبتها. نعم أيها المحبون الغيارى، كما قالت سيدتنا زينب: كيدوا كيدكم فوالله لن تمحوا ذكرنا، كما قال سيدنا: لن تسقط لنا راية ولن تسقط لنا راية. غدا هو اتخذ القرار بأن غدا سوف ترفع راية السيدة زينب على قبتها وتعود إلى مكانها. أولا الشكر إلى العراقيون، الشكر إلى أهل الوفاء والكرم والنخوة والجود. أنتم فعلا أثبتتم أنكم أهل نخوة، وأنكم أهل مروة وعزة ووفاء وقلب قوي، وأنكم كما قلتم ننتظر الأمر من مرجعيتنا العليا، حفظه الله ورعاه وأدامه خيمة على المسلمين، حفظه الله السيد علي السيستاني. وقلتم عندما تصدر الفتوى سندخلها بأشفار العيون، سندخلها سربا مشيا على الأقدام كي نحمي زينب، كي نحمي عقيلتنا زينب. نعم أثبتتم بحق أنكم شعب وفي، وأنكم شعب أبي، وأنكم شعب مقاوم. من جبل عاملة في جنوب لبنان، من أرض الشهداء والجرحى، من بين الركام والحطام، لكم أيها العراقيون إلى كربلائكم، إلى نجفكم، إلى بغدادكم، إلى كل مكان أنتم فيه، أيها الأحرار الشرفاء الأوفياء، لكم منا ألف تحية وسلام. وكما قال أميننا العام: أهل العراق أهل الطيب والجود، السلام عليكم يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.